ياسر برهامي يتحدث عن اليأس وعن ضعف المشاركة بسبب يأس قطاعات كبيرة في الشارع المصري مما يحدث، ويتساءل أن المخططات الخارجية ومن يهدفون لهدم الأوطان لا ييأسون، فكيف ييأس أبناء حزب النور؟ ما تعليقك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أسأل سؤالين. السؤال الأول، حزب النور أعلن أنه حزب عادي مدني ليس له خلفية إسلامية، فما هو المنصب أو المسمى الذي يتعامل به ياسر برهامي؟ ياسر برهامي من أمس له رسائل صوتية على وسائل التواصل وعلى الإنترنت والفيسبوك يحث الناس على النزول والانتخاب. هل بيتعامل على انه مواطن عادي ولا هو الرئيس الفعلي لحزب النور؟ ونوع الخلط بين الدعوه السلفيه وحزب النور احنا عارفين ما فيش فرق، لكن نقول لهم كفى كذبا. اما عن قضيه الاحباط، فالاستاذ ياسر برهامي طبيب الاطفال ومن معه جلال مرة الذي اوفده مكانه في مشهد الانقلاب منوا الناس بالاستقرار والسمن والعسل في حضن دولة العسكر. بعد مرور أكثر من عامين على الانقلاب، أنا بدوري أسأل الدكتور ياسر برهامي إيه سبب الإحباط اللي وصل للشعب المصري؟ هل هي الطماطم اللي وصلت 12 جنيه ولا الدولار اللي بيزيد كل يوم 10 قروش؟ الإحباط وصل للشعب المصري لأنه خرج في انتخابات 5 بكثافة تحدث عنها العالم كله سواء في الحر أو في البرد، ورأى الشعب المصري أن الجيش جاء بجنازير الدبابة فداس على هذه الاختيارات. فليه أروح أنتخب ورئيس مجلس الشعب معروف سلفا والناجحين معروفين سلفا؟ أنا كنت برلماني سابق، دعني أعرض لحضرتك نقطة، دي مش انتخابات، ده استفتاء. الدائرة معمولة يا أستاذ الفاضل، دائرة الصعيد تبدأ من بني سويف في القوائم وتصل إلى حلايب وشلاتين، تبقى دي انتخابات؟ يعني أنا في بني سويف أنتخب واحد مرشح في حلايب وشلاتين، كيف أعرفه؟ نعم. إنما هؤلاء تغذية القوانين اللي هم عايزين برلمان نعم. على مقاس عبد الفتاح السيسي. وبالمناسبة أنا شفت السيسي شخصيا مقاسه قصير وقزم. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد